السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزة اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا، وانا عارفة ان انا بقالي فترة طويلة ما نزلت لكمش فيديوهات، بس ان شاء الله هحاول انزل لكم على قد ما اقدر يعني. آه، ويلا بقى نشوف الفيديو بتاع النهاردة. هنعمل فيه ايه دلوقتي؟ انا كنت هنشوي فراخ، بس ايه، انا متبلاها من باللي قبلها بيوم. كنت فارمة البصل وحاطة عليها وغسلاها كويس، يعني الفرخة متنضفة كويس ومنضفاها كويس وغسلاها ونقعاها في محلول النقع اللي هو خل وليمون وملح ودقيق وطماطمايه كده فركاها عليهم. وطبعا اما غسلتها كويس وشطفتها ففرمت لها البصلة وتبلتها قبلها بيوم، وحطيتها في علبة التلاجة ودخلتها التلاجة. وهنا بقى انا كنت بقطعها ده تاني يوم. طبعا انا بفتحها كده عشان هنعملها في صينية. المهم يعني قطعتها كده، وطبعا كانت محشية من جوه في التتبيلة كلها البصل. انا بحاول كده ادخل الحشو بتاعها في اللحم. المهم يعني انا كنت مجهزة حواليا اللي هو فلفل وطماطم شرايح وبصل شرايح. وهنا ايه قطعتها هو زي انتوا ما شفتوا، بحيث ان انا ايه اجهز الصينية وبعد كده ايه افردها عليها. جبت هنا معايا صينية وحاولت ان انا ايه ارص فيها شرايح الطماطم في الارضية. ما فرمتلهاش طماطم ولا حاجة. وهنا كان معايا البصل، وطبعا كنت مقطعه كل حاجة ومجهزاها معايا. ومعايا هنا بقى الايه التوابل بتاعتي، فلفل وبهارات فراخ ودقة كده توم على خضرة على شطة. وهحاول ارص بقى ايه واحدة واحدة كده، بحيث ان انا ايه ان الشكل النهائي يكون شكله حلو يعني. بس كده. عايزه اقول لكم لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش من اللايك، وعايزه ان يعني بدعمكم ان شاء الله ان انا نحقق الشروق. بس لو وصلت معايا لحد هنا تحط لايك وتفعلي الجرس عشان يوصل كل جديد. وان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني ان شاء الله ان شاء الله وانزل لكم كل يوم فيديو. بس حاولوا ان انتوا تشجعوني ان انا اعمل حاجه زي دي، لان تشجيعكم ده بيفرق معايا جدا. بس هنا ايه رشيت، كنت بشرب برضو الجزر مع الفلفل، وهرش كده الايه البصل بتاعي، واحاول ان انا اتبلها. ومش هزود ملح لان انا اصلا في التتبيله بتاعه البصل اللي انا تبلت بيها الفرخه كنت حاطه عليها تتبيله التوابل بتاعت مرق الدجاج وبهارات فراخ وفلفل وملح ومتتبله برضو جاهزه كده، اللي انا قلت لكم عليها التوم والخضره، توم وخضره وملح وكزبره. يعني بتدي الاكل ريحه حلوه. التتبيله دي بستخدمها في جميع الاكلات، ممكن في المسقعه، ممكن في المحاشي، في كذا حاجه بستعملها. يعني بتدي الاكل ريحه وطعم، بيبقى طعمها جميل. هنا بقى ايه فردت الفرخه كده عليها، وهزودها حوالي ربع كوبايه ميه، علشان انت لو مش مستعجله ممكن تخليها زي ما هي كده وتغطيها وما تزودهاش اي ميه، لان هي بتنزل ايه ميه اصلا من التوابل والطماطم اللي عليها. وهنا كان في باقي كده باقي التتبيله في العلبه، فنزلتها عليها بحيث ان هي ايه تتشرب منها يعني. المهم بقى ايه، انت لو مش مستعجله على الاكل يعني، ومش هتاكله على طول، ممكن ما تزودهاش ميه ولا حاجه. انما انت لو مستعجله زي انا ما كنت مستعجله كده، ممكن تزودها كم، يعني انا رشيت عليها كم معلقه ميه كده وخلاص، وهغطيها واولع عليها وخلاص على كده، واسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها. بس بقى فانتي ممكن تبقي مثلا منظمة مثلا وقتك، وعارفة انتي هتاكلي امتى، وعارفة مواعيدك بالظبط. هنا بقى ايه كنت هنعمل الرز، هنعمل رز بسمتي. وجبت حلة كده، حطيت فيها 4 معالق زيت، وهحط فيها اللي هو البصل، لان انا بديله تشويحة كده في الزيت الاول، ما بدلهوش لون. عندك الرز البسمتي ده بيبقى عكس الرز اللي هو الابيض بتاعنا العادي. كوباية الرز البسمتي بياخد كوبايتين مية، وعلى حسب في رز نوع رز في الرز البسمتي ده بيحتاج
اكتر من كوبايتين، يعني الكوبايه بتاخد مثلا كوبايتين ونص ميه على حسب ما انت شايفاه معاك. المهم هنا شوحت البصلة كده. وطبعا الرز البسمتي ده بيحتاج قرفة وليمون مجفف وحبهان وطبعا حطيت فص مستكة عادي، يعني لو مش موجود عادي، مش ضروري ان انتوا تحطيه. واللي هو الليمون المجفف ده اللومي ده، وبنشوحه كده، والعيدان القرفة اللي هي الخشب دي، وبنديهم تشويحة مع البصل. وطبعا انا كان معايا هنا جوز الطيب، بحاول ابشر حتة بالسكينة كده، بتخلي الريحة برضو حلوة. وطبعا الرز البسمتي انا اللي غسلته ونقعاه في البولة عندي، وقلت اركنه شوية على ما ما اشوح البصلة بالبهارات بتاعته. حطيت ملح بقى، وحطيت اللي هي البهارات الكبسة. ممكن بدل ما بهارات الكبسة دي تحط عليها كركم، بس تحط بقى التوابل المتاحة عندك، فلفل وكركم وملح، وعندك اللي هو مرقة الدجاج ممكن تحطي. هنا انا اللي حطيت المية. وهنا كان معايا كيس بسلة في الفريزر، طلعته وحطيت فيه لما المية غلت، وسبته يستوي شوية، البسلة تستوي شوية في المية. وبعد كده رحت نازلة عليها بالرز البسمتي، وهغطي عليه واسيب واقلبه تقليبة كده، واغطي عليه بحيث ان هو الرز يتشرب والبسلة تتشرب بيه كده وتستوي. وهغطي عليه بقى، بس ظبطت الاول الملح بتاعي وشفت هو محتاج ملح ولا لا، وبعد كده غطيت عليه. هنا بقى عملت طبق سلطة كده كويس يعجبكم يعني. عملت طماطم وخيار وجرجير وخضرة وجزر وفلفل. طبعا طبق السلطة ده اساسي يعني في اي اكلة. والفراخ اللي انا عملتها عايزة اقول لكم ان هي والله العظيم كأنك شاوية فراخ، كأنك شويها كده على الفحم. تحفة بصراحة، يعني طعمها خطير، جربوها. وما انا ما حطيتش في التتبيلة الا بصل ويدوب البتاع اللي هي المعلقة الدقة اللي انا قلتلكوا عليها، الثوم والخضرة والفلفل المفروم، يدوب ده اللي انا حطيته عليها، والشرايح البصل والطماطم زي ما قلتلكوا كده في الاول زي ما شفتوني. بس بقى بتديكوا طعم وريحة تحفة تحفة تحفة، ولا بتبشري لها طماطم ولا اي حاجة، هو ده بس اللي انا حطيته. بس بقى لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لي اللايك وتعملي شير للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس، وان شاء الله ان شاء الله نحقق الشروط مع بعض. عايزه اقول لكم ان انتوا في فيديو قديم عندي على القناه محقق 51,000 مشاهده، وللاسف ان انا اصلا مش عندي الا 600 يعني 680. 680 فيديو، 680 مشترك. يعني لو اللي يدخل مثلا يتفرج على الفيديو يعمل اشتراك في القناة مش هيخسر حاجة والله. يعني انا بستغرب 51,000 اللي دخلوا وشافوا الفيديو يعني ما اشتركوش في القناة ليه؟ ما هو لو الفيديو مش عاجبكم ما كنتوش هتشوفوه، صح ولا ايه؟ بس هنا عملت بقى البصل، عملت الخيار والجزر وبشرتهم كده بالمبشرة، وحطيت ليمون والبهارات بس ما قلبتهمش الا وقت التقديم، هقلبهم واحطهم في الطبق. وهنا كان عندي اخر معلقتين طحينة بتاعة رمضان دي بصراحة، بس هي كانت عندي يعني فقلت هنا افكها لان لقيتها متجمدة، فحطيتها هنا وحطيت عليها مية سخنة وبنفكها واحدة واحدة. بتحاولي انتي تفكيها مع نفسك كده واحدة واحدة. هنعمله بقى طبق طحينة. هنا ما حطيتش على الطحينة اللي هي المية السخنة، بس بحاول انا اقلبها وافكها من بعضها كده. بتبقى طعمها حلو برضو الطحينة مع الفراخ والمشاوي والحاجات دي. بس هنا هحط بقى على الطحينة بيتحط عليها الخل وملح وفلفل. انا طبعا ما عنديش الفلفل الابيض ده، ما عنديش الا الفلفل الاسود ماشي، وحطيت ليمون، يعني كذا حاجة وهتشوفوها معايا في الفيديو. بس ان انا بنحاول هنا نفكها لان هي كانت مكتلة، وبصراحة ما كانتش راضية تفك. ما انا عايزاه ان انا ندوبها تبقى ناعمة خالص كده. بس بقى كده قوليلي انتوا بقى عملتوا ايه اكل النهارده، وقولولي في الكومنتات لو الفيديو عجبكم ولا لا، وقولولي ان هي اقترحوا عليا حاجات اعملها معاكم بحيث ان هي يعني تساعدني ان انا اكمل الشروط.
بس هنا حطيت بقى الليمون والخل ومعلقه زيت، وزي انتوا ما انتوا شايفين، ومعلقه يعني نطرة كمون صغيره كده، واحاول بقى امزجهم مع بعض كده بحيث ان هي ايه كل حاجه تكون دخلت في بعضها، ويديني احلى طبق طحينه معاك. ايه الطحينه هنا بدات تفك معايا كده، وبقت دايبه دوب كده، وبقت حلوه، ما كانش فيها اي تكتلات، وكان طعمها بصراحه خطير، طعمها خطير خطير. بس جربوها كده، وما بتاخدش منك كميه طحينه دي، معلقتين بس بتفرط معاكي. بس بقى هنا بعد الاكل ما جهز، شايفين يا جماعه صينيه البطاطس والفراخ طعمها خطير، والبطاطس تحفه بصراحه. جربوها بالطريقه دي مش هتندموا، وجربوها بالطريقه ديت. لو عجبتكم اكتبولي في الكومنتات. هنا بقى عملت الرز كان مفلفل جدا، والبطاطس دايبه، والفراخ برضو كان طعمها تحفه والله، والطحينه وشيبسي وطبق السلطه، وبألف هنا يا رب. بس عايزه اقول لكم لاخر مره ما تنسونيش من اللايك وتعملوا شير للفيديو ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في التعليقات والكومنتات بتاعتكم الحلوه، وان شاء الله اوعدكم ان انا مش هغيب عليكم خالص بعد الفيديو ده. هحاول ان انا انزل لكم فيديوهات على طول ان شاء الله باذن الله. وبس انتوا ساعدوني وشجعوني كده ان انا ايه عايزه بصراحه احقق الشروط، لان بقالي فتره طويله ان انا فاتحه القناه، وبالرغم من كده مفيش ان انا يعني حققت الشروط. بس ان شاء الله احاول ايه هكون معاكم فيديو ونحقق الشروط ان شاء الله.